وبركاته. أنا اسمي أيمن محمد عبد الغفار من مصر، ومعانا أحمد محمد السيد من مصر، ورضا محمد كريم من مصر، وجابر جابر علي فريج من مصر. احنا جينا هنا على شركة اشتغلنا معاها فترة، وجاء يعني أكل مننا رواتب 4 شهور. الشركة دي اسمها حلم المستقبل للخدمات اللوجستية، صاحبها فهد عمر لفاء العتيبي. الراجل ده مضانا على سندات أمر بالعهدة اللي هي معانا، كان مسلمنا كل واحد دباب، أخذ العهدة ورفض يدينا سندات الأمر، ورفع علينا سندات الأمر، وإحنا رفعنا للمحكمة قضية، والمحكمة حكمت لنا بالرواتب اللي متأخرة لينا. فطبعا احنا طلبنا بالرواتب اللي هي متأخرة والمحكمة حكمت لنا، فاحنا كنا بنكلمه وقلنا له احنا المحكمة حكمت لنا يعني يتواصل معانا عشان خاطر يعني ننفذ القرار بتاع المحكمة. اصبح ان الرجال نقل ملف الشركة باسم حد تاني، وقال لنا المحكمة اللي حكمت لكم خليها تديلكم، انا مش مديلكم حاجة. فاحنا دلوقتي بنناشد السيد السفير احمد ابو سريع سفير مصر في السعودية. يا معالي السفير، احنا حاولنا نتواصل معاك كتير وما عرفناش، فاحنا اولادك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا اولادك ومظلومين، يعني احنا مظلومين. احنا جينا طلب للرزق، قطعنا البحر كله وجينا هنا للسعودية عشان نترزق الله. ازاي يهدر حقنا بالشكل ده؟ وليه يتعاملوا معانا بالشكل ده؟ احنا اترمينا في الشارع يا معالي السفير، نمنا في الشارع، اترمينا، طلعنا برا السكن ونمنا في الشارع يا معالي السفير. احنا حضرتك معانا جميع الاثباتات اللي تثبت كلامنا، معانا الحكم بالصك اللي جاي من المحكمة بالمبالغ بتاعتنا كلها، ومعانا محادثات واتساب ما بيننا وبين الكفيل لما جاء قال لنا امشوا من السكن، انا مؤسستي بتخسر ومش هقدر اجدد اقامات. طب احنا دلوقتي بقالنا سنة مطوفين في المملكة، ولا احنا عارفين نروح لعيالنا ولا احنا عارفين ننزل مصر اساسا. تمام؟ والناس ديت دلوقتي انا كلنا علينا سندات امر، كلنا مرفوع علينا سندات امر، وما احناش قادرين نروح البلد علشان خاطر السندات دي. طب يا عم الغي لنا السندات، ويقول لك انا ما نشتغل سندات. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا جينا هنا